انا عندي سؤال، هو انت ليه بتتعامل ان انا في درس خصوصي وان انت المستر وكده؟ ثانية اسمع حاجة. الحقني يا حازم، احنا في مصيبة، لازم اشوفك ضروري. اقسم بالله لا يخربها. انا اسفة اتأخرت. لو حد جه هنقول انك كنت بتدوري معاه المحفظة اللي وقعت. حاضر. احنا هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ مش لما افهم الاول ايه اللي احنا فيه. ابويا عارف اني في علاقة. في علاقة معايا؟ هو انت برضه مش همه غير نفسك؟ ردي على السؤال. لا، بس عارف ان في حد وعايز يعرف مين. تعرف ازاي؟ من الزفت اللي اسمه موسى. كلم ابويا وقال له انه ركب تليفوني وبعت له كل الشات. طبعا ابويا بهدلني وسألني وانا انكرت. بص يا شهد، انت روح بيه وانه عيل سرسجي، وهو كده كده مش هيقول لك كده لان هو مش عايز موسى. اهم حاجه تديله تليفونك والزمي بيتك شويه. طب وهكلمك ازاي يا حازم؟ فشهد، كده كده اللي بينا لازم يخلص، وانا سايبك زي ما انتي، انا ما مسيتكيش. ما مستنيش؟ ما مستنيش ازاي؟ انت هتستهبل؟ جرى يا بت، انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ انا حازم يا شهد فوقي، انتي زي ما انتي، اي حاجه تانية مش مهم. مش مصدقه اللي بسمعه ده. انا كنت بعد الايام وانت بتدرس في المانيا يا حازم. كنت مستنيه اليوم اللي ترجع فيه. انت بتقول ايه يا حازم؟ زي ما سمعتي، احنا لازم ننسى بعض. احنا مش بعيد لو حد عرف اللي بينا يخلصوا عليا وعليكي. بس انا بحبك، وانت وعدتني انه في يوم من الايام هتلاقي حل. وما عرفتش يا شهد، وديكي شايفه الدنيا كلها قايمه علينا. يبقى العقل والمنطق بيقول ان احنا نخلص اللي بينا ده قبل فوات الاوان وقبل ما يبقى متاخر قوي. شهد، انا لو حد من اهلي عرف اللي بينا مش بعيد يأذوكي. صدقيني انا كده بحميكي.